طبعا مشاهدينا الكرام هذا البروتوكول الخاص بالدوري المغربي المحترفين النشيد الوطني وبعد المباشرة لاستقصاء الاخبار والمعطيات للاعبين الذين سيلعبون مباراة اليوم من خلال الاسماء التي نتمنى ان تكون موفقة، الاسماء التي نتمنى ان تكون حاضرة وتيفو جميل، تيفو موفق جميل من العناصر القنيطرية التي اتت في مساندة الفريقين معا، سواء فريق الكاك فارس سبو او فريق اولمبيك خريبكا. انطلاقه وصوره جميله باحله للجماهير المغربيه التي تتابع معنا عن كثب. هكذا هي الجماهير بالدوري الوطني المغربي، تبدع تمتع، تعطي سحرها الخاص بالمدرجات. شوف حلاوه الصوره التعبيره في حلاوه الجماهير التي تنسجم مع بعضها البعض، امتزاج الالوان وايضا الاعلام، والكل يريد ان تكون مباراه اليوم مباراه فرجويه كبيره، عنوانها 3 نقاط، عنوانها تسجيل الاهداف، وذاك ما نريد. الصوره معبره غنيه عن كل تعليق وتعبير، وربما الجماهير التي تتابع عبر القناه الرياضيه لا ايضا اكثر من وصف في سحر من سحر الجمهور القنيطري الكبير الذي يبقى من بين الجماهير المحترمه بالدوري الوطني المغربي. هذه الصوره معبره كبيره وافيه لحلال بويز، اشهر يسرى قنيطريه، النبته الجميله الخاصه بمدينه القنيطره وهذه المنطقه بالخصوص. طبعا من هنا تم اشتقاق هذا الاسم، ونتابع كيف هي الامواج على مستوى المدرجات في بهجه وفرحه. فرحة اليوم، فرحة الحضور، المتابعة والمساندة اللامشروطة في انتظار الأهداف، في انتظار الفرجة، في انتظار المتعة على مستوى البساط الأخضر. ننطلق إذا مشاهدينا الكرام بعد أن عشنا طقوس هذه الفصول الجميلة من تيفو القنيطري الأخضر إلى ما هو أهم في مباراة اليوم. هو لقاء كبير، هو لقاء مثير، هو لقاء بين فريق النادي القنيطري وفريق اولمبيك خريبكا، ولو انه هناك طبعا دخان اخضر واخر اسود. هكذا هي فرحه الجماهير في مباراه اليوم، فرحه لا يمكن ان توصف هنا بمدينه القنيطره. الاسماء التي ستلعب هذه المباراه من جانب فريق اولمبيك خريبكا، العلوشي هشام، معين مراد، اللاعب إليزي، نافع يوسف، طبعا حضور اللاعب محمد العسكري، اللاعب عبد النور عبد الصمد، الكاس امين، البركه وسيم البركه، خميس الحسن، ايضا اللاعب غادي يوسف، وما نساوش ايضا اللاعب اليميق جواد. هذو الاسماء الاساسيه اللي كتلعب في المباراه ديال اليوم. بنشير بانه من جانب فريق النادي القنيطري فهناك مجموعه من الاسماء، قلت هناك مجموعه من الاسماء كزهير العروبي، مراد الناجي، ايوب بورحيم، هشام خربوش، لاعب سعيد الرواني. واعطيت انطلاقه هذا المواجهه بين الطرفين، طبعا خربوش الرواني، ايضا رشيد بورواس، فهد كردود، هشام العروي، لاعب بلال بيات، يونس الاندلسي، إيريك نويمو اوبينا، اللاعب النيجيري. هذه الاسماء الاساسيه من جانب فريق النادي القنيطري. البعض يتساءل من سيكون مدربا لفريق اولمبيك خريبكا في هذه المباراه. اشير انه لاعب سابق اسمه خمليش هو الذي يقود اطوار هذه المواجهه، الرجل الذي يعني يقود فريق النادي القنيطري على المستوى التدريبي في مباراه يتمنى من خلالها فريق القادم من مدينه الفوسفات من خريبكا العزيزه ان يكون موفقا اليوم امام فريق النادي القنيطري الذي يلعب بمدربه المدرب السيد محمد يوسف المريني، الذي يقود فريق النادي القنيطري ببهجه كبيره، بجماهير صراحه تحتفل بشكل جميل وغايه في الروعه. ننطلق في انطلاقه بالدوري الوطني المغربي بعد انتهاء الثلثين والانطلاق في الثلث الاخير الخاص ببطوله هي التي تسير في عصر الاحتلال لتنتهي، والكل يرغب في ان يكون متوجا بدرع البطوله الوطنيه المغربيه. اذا الكره مباشره لاصحاب الضيافه للفريق المستضاف في هذه المباراه وهو الفريق الاولمبيك. كره ملعوبه خطيره من كردون، محاوله للتمرير، من يختار التمرير الاولى، لم تمر. الفرصه الثانيه خطيره، تصويبه، هدف اول لصالح فريق النادي القنيطري عن طريق النيجيري إيريك نويمو بين يسجل الهدف الاول في هذه المباراه. فرحه كبيره للجماهير القنيطريه
مع انطلاقة المباراة في حدود الدقيقة 10 يأتي الهدف الأول لصالح فريق النادي القنيطري. 10 دقائق فقط هدف ممتاز. شوف طريقة في غياب التغطية الدفاعية إن صح التعبير بالشكل المطلوب. يأتي الهدف الأول عن طريق اللاعب النيجيري إريك الذي يضع الكرة في الشباك. فرحة عارمة وكبيرة ورقصة أفريقية خاصة للاعب اسمه إريك، اللاعب إريك نويمو أوبينا. كرة تقدير ربما تركنا الجمهور الكريم يستمع للصيحات ديال الجماهير اللي حاضره في هذه المباراه. يعني صراحه مباراه جميله على مستوى الحضور الجماهيري وايضا على مستوى ارضيه الملعب حتى الان. ونذكر بانه دائما كيبقى فريق المغرب التطواني من بين ابرز الفرق الوطنيه على مستوى الحفاظ على نظافه الشباك والخط الكناني دائما في المركز الاول، على اعتبار انه حقق مجموعه من المباريات الطيبه منذ مباراه المغرب التطواني ضد فريق الرجاء الرياضي بمدينه تطوان. فالمغرب التطواني كيحصد دائما الانتصارات وايضا ما كيتسجلش عليه ولا هدف. انتصر بهدف واحد مقابل شيء على المغرب الفاسي، تعادل امام اولمبيك اسفي خارج قواعد، انتصر على اتحاد زمر الخميسات خارج قواعد، تعادل امام وداد فاس، انتصر جوج مرات على اولمبيك خريبكا والنادي المكنسي داخل القواعد، انتصر على شباب المسيره بمدينه العيون، انتصر ايضا بمدينه تطوان 2-0 على الوداد، وايضا خارج القواعد على دفاع الحسن الجديدي يعني بهدف واحد مقابل لا شيء. هذا كيدل على انه دفاع متين جدا، واذا حراسه مرمى لتكون رقم قياسي للحارس الكناني. وربما حسب ما اتذكر المستوى التاريخي في حراسه المرمى اللي على ما يبدو هو العروي بورواس كيرفع الكره خطيره. هدف للاعب إريك نوامبو أوبينا يسجل الهدف الثاني في هذه المباراه. يبدو ان اليوم يوم نيجيري، يبدو ان اليوم يوم افريقي، وفرحه كبيره لجماهير النادي القنيطري. إريك نويمو أوبينا يسجل الهدف الثاني في هذه المباراه. سيناريو غريب جدا من دفاع فريق اولمبيك خريبكا وفرحه كبيره. كما قلت اذا كان الضغط يولد الانفجار ففريق النادي القنيطري بهذا الضغط غادي يولد اهداف. اسعد المدربين الان فهو يوسف المريني. نتابعوا الطريقه، بورواس حضر الكره ديالو بشكل مناسب، رفع الكره راسيه تنتظر من نيجيريا، من اقدام لاعب بالقنيطره الى راسيه لاعب نيجيري، تسجل بالتالي هدف الثاني في المباراه. 2 اهداف مقابل شيء. دقيقه 33 نفس اللاعب. يمكن نقولوا بانه النادي القنيطري اصبح فريقا انيقا يعني كدفاعي، ولكن ما عنده ما يخسر. وسام البركه كيرفع الكره داخل منطقه العمليات خطيره بالراس وفرصه وهدف. هدف تدليل الفريق والنتيجه هدفين مقابل هدف واحد. كره ملعوبه داخل منطقه العمليات، فرصه خطيره، فرصه وهدف. هدف تعادل لصالح تابعوا ضربة خطأ تنفذ خطيرة. هدف جميل بالدوري الوطني المغربي. تابعوا الكرة خطيرة سميريت بي، فرصة هدف لصالح فريق اولمبيك خريبكا. هدف رقم 6 في هذه المباراة. 4 أهداف من جانب فريق اولمبيك خريبكا.